الميدالية اللي وشحت بها إسبانيا الحموشي عندها تفسير، وهو أنه في 2022 إلا عقلتو ديك الفضيحة اللي كان دار النظام الملكي العميل اللي فتح الحدود للقطيع، كان هذاك شونطاج داروا مع أوروبا بصفة عامة وإسبانيا بشكل خاص. إلا ما اعترفتوش ليا بالصحراء مغربية الصحراء، أنا نطلق عليكم الجحافل ديال البؤساء. هذه كانت عندها ردود أفعال، بينها اعتراف إسبانيا بمغربية الصحراء أو ملكية الملك، لأن فرق بين مغربية الصحراء وملكية الملكية، لأن احنا ما عندنا حتى شي حاجة، ما كنستافدو شي غير باش نشيروا لهذوك العياشة اللي كيقول لك الصحراء مغربية. انت المغرب وما جاك فيه والو، إذا انت براسك ملكيه ديال الملك، وتمايا ما عندك حتى شي حق. والدليل على ذلك هما تيريبوا البيوت ديال عباد الله وتيجريو عليكم. اذا هذه ما كاينه حتى في شي بلاد. باش نرجعوا للموضوع، وهذا علاش غادي يديروا له، غيوشحوه بهذيك الميداليه والمره الثانيه، لان كانوا سبقوا علقوا له ميداليه اخرى من اعلى درجه. اذا وناهيك على الخدمات اللي تقدم النظام الاسبانيا في الخدمات الجنسيه، ما تنساوش النساء اللي كيصيفط ليه ديال الفريز فراوله، هذيك داخله في التجاره ديال البشر. هذا هو اللي كاين. وما نساوش الفضيحه ديال البيدوفيل الاسباني اللي اغتصب شحال من طفل وفى عليه. اذا الا بغينا نفهموا، شي وحدين تيقول لك هو انت شداك لهذا الشيء، لان انت ما تقدرش تهضر في هذا الشيء العياش، لانك انت رباوك على الطاعه والخنوع، وما تعرفش شنو كاين في بلادك، وما تناقش الحقوق ديالك. وهذا هو علاش ان ماشي حر. هذه المسائل هذه كبيره عليك العياش. لهذا كنقول لكم انا، راه الصحراء ولا المغرب حنا ما عندنا فيه حتى شي حاجه. كل شيء ديال الملك، وكل شيء ديال الشركات المتعدده الجنسيه الامبرياليه اللي هي غتستافد من داك الشيء، واللي هي كتقدم له خدمات الحمايه وما نساوش المساله ديال بيغاسوس، هي راه داخله في الابتزاز، التجسس على رؤساء الدول. وانا ما كنظنش، انا شخصيا ما كنظنش انا الملكيه شخصيا عندها الكفاءات ولا الجرأة باش تقوم بهذا العمل، بينما هو كنظن انا الكيان الصهيوني هو اللي، لان الكيان الصهيوني هو اللي كيسير البلاد، وهذه مسألة معروفة عبر الاتفاقيات اللي برم معهم وداك الشيء، هما اللي ولاو مسيرين الامور من قديم الزمان.